سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. نتوما تتفرجوا في هذا الفيديو. اليوم راح نديروا كروكي. وصفه سهله ماهله، والطريقه تاع التزيين راح نديروها مختلفه تماما على قبل. مالا تبعوا معايا وشوفوا كيف راح نديروا الكروكي تاعنا. واش نحتاجوا فيه 3 بيضات كاملين مع بياض بيضه. اما الصفار راح نخلوه للتزيين. ونحتاجوا افاني اكيد، ونحتاجوا كاس تاع سكر معمر، والسكر راح يكون عادي ماشي ناعم. كما نقولوا سكر كلاصي، لا سكر عادي. وبنفس الكاس راح نقيسوا به، نديروا به كاس تاع زيت معمر ثاني، ونقيسوا به ثاني الفرينه. نحتاجوا 5 كيسان ونص تاع فرينه مع كيس تاع خماره. بالنسبه للفرينه هنايا تديري 5 والنص. هذاك شوفي روحك، اذا كانت العجينه تاعك صاي ما تزيديهش، واذا كانت مازال تحتاج روحي تزيديه. هنايا راح يتوقف على العجينه تاعك، اما تشرب اما ما تشربش. وهنايا رحت درت كسرت الحبات تاعي تاع البيض. كما قلت لكم راح نديروا 3 كاملين، والرابعه راح نديروا منها البياض، والصفار راح نخلوه باش نديروه للتزيين. كما راكم تشوفوا، كما قلت لكم الكروكي هذايا راح تولي طريقه تاع التزيين تاعو مختلفه تماما على قبل. الشكل المعتاد انا نحسو كما نقولوا نديروه للايام العاديه. اما الشكل اللي جبته لكم اليوم تقدروا ديروه في العيد. كما نقولوا الشكل تاعو جاي زين متحوف، كما نقولوا تزيدي له كيسات يولي روعه. هنا راني كسرت الحبات تاعي تاع البيض، وها هو الصفار هنا راح نخبيه على جنب حتى الوقت تاع التزيين، ومن بعد نشوف روحي الا نحتاجو الا ما نحتاجوش. هنا رحت زدت كاس تاع السكر تاعي، ومن بعدها نبدا نخلط باللافوي. شوفوا البنات، هذه المرحله راها مهمه يا البنات. لازم تخلطوا السكر مع البيض تاعكم مليح حتى ذاك الحبيبات يختفوا تماما، وتتاكدي باللي السكر تاعك ذاب كامل. لانه شحال من وحده ما ينجحلاش الكاطو بسبب هذه الخطوه. ديما تاكدوا باللي السكر تاعكم ذاب، هذا هو السر تاع الكاطو باه ينجح لك والعجينه تجي ناجحه. هنايا كي كملت الخلط تاعو تاكدت باللي الحبيبات هذوك صايرهم ذابوا، ورحت زدت كاس تاع زيت كامل كما شفتوا، وراح نعاود نخلط. شوفوا البنات راح تشوفوني في هذه المراحل كل ما ندير مكون نخلط. انا هذا الكاطو تاعي نحب نخدمه كما هاك، لانه الخلط المليح هو السر تاع الحاجه تنجح لك. وخاصه اذا كنتي مش راح تستعملي خلاط كهربائي ولا حاجه، راح تستعملي قايدك. معناها لازم تخلطي مليح في كل خطوه وفي كل عنصر تزيديه، لانه هذا هو السر تاع الحاجه باش تنجح لك. ومن بعد هنايا راح نزيد مغرف صغيره تاع افاني. شوفوا البنات ما تقلطوش قلطتي، ديما لافاني هي والخماره غربلوهم قبل ما ديروهم. انا هنايا كنت بيا مع التصوير وهكا ما فقتش لوحتها ديريكت. انا كيما لوحتها فقت روحي. هي ديما تتخلط تتغربل، لانه الخماره واللافاني يخلوا واحد الحبيبات. هذوك الحبيبات كي طيب الكاطو تاعكم راح تلقاوهم كيما راهم. ومن بعدها هنايا بديت نزيد في الكيسان تاع الفرينه نتاعي. راح نزيد بالواحد ونخلط. لحد الان راني نحتاج الفوي برك، ومن بعدها راح نستعمل ايدي لانه العجينه راح شويه تولي قاسيه من بعد. هنايا كل ما نزيد كاس نخلط. كما راكم شفتوا. شوفوا البنات هنايا راح لي المقطع تاع الخماره. ما كنتش فايقه باللي راه ماهيش الكاميرا التليفون. ايا ما صورتوش. ثم في هذه المرحله في الكاس الزوج زيدوا الكيس تاع الخماره. كما قلت لكم غربلوه هو ثاني باش الحبيبات هذوك ما يبقاو لكمش في الكاطو تاعكم، ويكون الكاطو تاعكم زين. هاني هنايا دخلت ايدي وبديت نعجن. هنا العجين تاعنا نعجنه بالاطراف الاصابع فقط. الكاطو كيما راه يتعجن باطراف الاصابع. ومن بعدها راح نتحصلوا على هذا القوام. لازم كديري صبعك هكا تحطيه بالخف يدخل في العجينه. هذه الكميه اللي عطيتها لكم راح تلوح لكم 4 حرابيش. انا هنا كنت وزنت العجينه كومبلي بعد قسمتها على 4. ومن بعدها نبداو نشكلوا في الحرابيش. شوفوا البنات الكروكي كي تولوا تشكلوا في الحربوش كما نقولوا ما تطولوهش ياسر، ديروه كما هكا شويه قصير. وبعد كي ترفدوا في البلاط تاعكم ابداو اخدموا فيهم بايدكم، راه يعاود يتفتح ويا طوال عادي. كما راكم تشوفوا هنا راني نفتح فيه بشويه، وماذا بكم ما تخلوش كما نقولوا لي طراس تاع صباعكم فيه. حاولوا انكم تملسوه مليح. ومن بعدها راح نبداو في الخطوه تاع التزيين اللي قلت لكم مختلفه تماما على واش كنا نديرو قبل، وراح تخليك تولي تستعمليه كغاطو في العيد في المناسبات هكا.
شوفوا كيما راكم شفتوا هنا، رحت الحربوش هذاك رحت بديت نفتح فيه من الداخل هكا بصبعي، كيما نقولوا نديروا بلاصه هكا فارقه الداخل الوسط، ونخلوا الجناب هذوك كيما نقولوا منفوخين. ومن بعد نروح نجيبوا اي نقاش عندك يكون ماذا بك شويه عريض باش يبان الشكل تاعو من بعد كي يطيب ويتنفخ، ونبداو ننقشوا هذوك الجوانب اللي خليناهم منفوخين، نبداو ننقشوا فيهم هكا مسمي بعضهم، ننقشوا الجهه اللي منا وننقشوا الجهه اللي من هيه، ومن بعد راح نشوفوا واش راح نديروا. البنات اسمحوا لي حيت تشوفوا لي ياسر كيما هكا مغطيه في الصوره، لانه كي كنت نصور ما فقتش باللي ايدي كانت تبان، ولازم كان عليا اني نحط هذيك العفسه باش ما تبانش ايدي. بعد ما كملنا كامل هذوك الحربيش تاعنا نقشناهم، رحت جبت هكا كونفيتور اللي عندك انتيا ديري به، حابه ديري حاجه واحده اخرى ديري. رحت درت فيه هذاك شفتونا وين خلينا هذاك اللي سباس اللي فتحناه بصبعنا هذاك، وروح درت فيه الكونفيتور. ومن بعد هنا كان عندي شويه تاع كاوكاو محمص ومرحي، مش مرحي خشين ياسر ومش رقيق ياسر، رحت درتو في هذاك فوق الكونفيتور هذاك، ودخلته طاب كما راكم شفتوا راه حمار. ومن بعدها هنايا كنت جبت هذه الورقه قطعتها قدر هذاك الفتحه اللي كنت دايرتها كما راكم تشوفوا، راه الفيديو موضح روحه. وجبت السكر بلاصي وبديت ندردر عليه. هذيك الورقه درتها باش الكونفيتور هذاك والكاوكاو ما يتغطاولوش بالسكر، لاني حابه الجوانب هما اللي يتغطاو وهذيك تبقى اللون تاعها كما راكم شفتوا. وهذه الطريقه تاعنا تاع نهار اليوم. اما بالنسبه للتقطيع راح نخليه حتى يبرد كامل، ومن بعدها كما قلت لكم راح نخليه حتى يبرد تماما قاعدين، ومن بعدها نبدا نقطعوا مربعات. راح يجي الشكل تاعو تحفه يا البنات. انا ياك اول ما خدمته وحطيتهم يحسبوه كروكي، يحسبوني كاش ما درت لهم هكا نوع تاع قاطو، ومن بعد كي ذاقوه يلقاوه كروكي بارك. بصح الشكل تاعو والله يا البنات دركا حتشوفوني كي راح نقطعوا وتشوفوا الشكل تاعو ديجا الشكل تاعو هو حربوش كيما نقولوا الشكل تاعو تحفه. فما بالك كي تقطع وتديروا الكيسات وتحطها في الصفحه كيفاه دايره، راح تبان قاطو كاع واحد اخر. ان شاء الله تجربوا الوصفه، هي وصفه سهله ماهله واقتصاديه لابعد درجه، معناها ما كانش فوق هذه نزيدوا الاقتصاد اكثر من هاك، وفوقها راح تعطيك هكا شكل بريستيج. انا ما نكذبش عليكم سميته كروكي بريستيج، حتى ما فيش حوايج كيما نقولوا الجوز واللوز، بصح الشكل تاعو يبين بريستيج. هنا ما كنتش درت له كيسات، كنت حطيته برك باش نوريه لكم لانه كان للعائله فقط، مانيش راح مش للضياف ولا، حبيت ننوع لهم. شوفوا الشكل تاعو جا تحفه، اذا درتو له كيسات هكا بيض وهيك راح يولي روعه. المهم هذه هي وصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكون راني نفيد فيكم، وان شاء الله تجربوها وخلوا لي في التعليقات البنات اذا جربتوا اي وصفه من وصفاتي. خلوا لي في التعليقات قولوا لي رانا جربنا، اسكو عجبتكم ما عجبتكمش، نجحت لكم ما نجحت لكمش، قولوا لي. تواصلوا معايا في الفيسبوك في الانستغرام في التيك توك، تواصلوا معايا راني نحكي معاك كامل البنات، راني نرد على كامل الرسائل ونعطيهم حلول، ننصحهم بالك حاجه ما غلطوا فيها، بالك حاجه كما ولا انا غلطت فيها ما ذكرتهاش ننبههم ليها. وهذا هي فيديو تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. عليا دوك نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش اي فيديو نحطه يوصلكم، وتخلوا لي جيم وكومونتير باش تشجعوني ونزيد كما نقولوا نزيد نتقدم اكثر واكثر. وما عليا دوك نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم، الى فيديو جاي ان شاء الله.